السلام عليكم، عاملين ايه؟ محضرين في الغدا؟ تعالي نعمل غدا كده سهل وبسيط وكله بيحبه. تمام، حاجة كده زي العسل. صلوا على النبي كده في الكومنتات، وحطوا لنا لايك والاشتراك، وارفعوا لنا كمان الفيديو، ودعمونا في القناة. ويا رب يجعلها فتحة خير ليا وليكم، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب ان شاء الله. يلا نبتدي، يلا بينا. بس ما تنسوش الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. معايا هنا كام واحدة من الفلفل، كام واحدة من البصل، على حسب الكمية بتاعتك. انا هعمل نص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا بعد ما عملناهم فرمناهم في الكبة، بس خشن مش ناعم. خلاص، فضيناهم في الحلة او في البولة. ونجيب النص كيلو بتاعنا الفراخ اللحمة، وحتتين كده ليا لو عندك، لو ما عندكيش معلقة سمنة بلدي او معلقتين زيت، مفيش اي مشكلة خالص. نحط البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، بهارات من الحواوشي الجميلة التحفة الروعة اللي هتخليكي بصي هتوديها في حتة تانية خالص. تمام، نفرمهم ونيجي نشوف نعمل ايه كمان. بعد ما فرمتهم كده يا حبيبتي، خلاص تحطيهم كده على الخلطة بتاعتك، بتاعت اللي عايزة تحطي في الخلطة دي فلفل ألوان، مفيش أي مشكلة، ولكن ما كانش عندي فلفل ألوان. نسكت؟ لا، ما نسكتش طبعا. فنعجن كده، يلا عجيني عجيني، يلا يلا، ايوه كده. طبعا العجينه كانت ساجعه في ايدي، اللحمه كانت ساجعه في ايدي، فجبت الكيس ده. او اني انا ما بحبش اشتغل في اي كيس خاص، ولا قلافز ولا اي حاجه خالص نهائي. هو ايدك يا باشا زي الفل. تمام تمام، زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله، عسل. تسلم ايدك والله. بصي، ايوه كده الحته كده زي عجينه كده. ايوه كده، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك. عندك كده طبعا عيش بلدي او بتاع الفرن، بتاع الافران، او عيش انت عاملاه براحتك، براحتك خالص. ولكن انا معايا العيش الفرن تمام. معايا هنا قد 8 رغيفة او 10، هنشوف شوية اللحمة دول هيقطعوا كام. خلاص، هنفتح كده الرغيف، ونكور كورة لحمة حلوة ونبططها كده. ما تنسيش في الخلطة دي يا حبيبة قلبي تحطي شطة، وتحطي بيكنج باودر. تمام، بيكنج باودر علشان اللحمة ما تكشش. تمام تمام في الخلطة. خلصنا اهو، بسم الله ما شاء الله. ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 6 ونص، وكان في 2 نسيتهم مع العيش التانيين، يعني يعتبر كده 9 ترغفة. تمام تمام. معايا هنا صينية، معايا هنا معلقتين من الصلصة الجميلة دي، خلاص، بتاعت مريوم العسل، ربنا يا رب يرجعها بالسلامة. معايا هنا معلقة من الزيت أو معلقتين، ومعايا هنا معلقة ملح، ما تكتريش، ولبن بتاع ده توم بودرة، وفص توم ني كده على طول، خرط خرط كده وانت واقفة، ومعلقة دبس رمان. ونعمل الكلام ده كله ني في ني كده. بصي، لو اللي جيتيه تجيل زي ما انت شايفه كده، حطي له شويه ميه، ايوه كده بالظبط كده. عسل، تسلم ايدك والله. بصي بقى، انا مش بعلمك والله حاجه، بالعكس انتوا زي العسل واساتذه ومية مية. بس ايه، بنفكر بعضنا. انت كمان انزلي تحت وقولتيني، وقولي لي تحت في الكومنتات عملتي ايه اكل النهارده، يعمل اللي يمكن اللي انت عملتيه النهارده انا اعمله بكره. نشجع كده بعضينا، ونشجع كده نفسنا، ونعمل كده مع بعضينا، وربنا يخليكم ويعزكم، وتعملوا الحلو كله والخير كله، وربنا يصلح ما بين ايديكم. يا عسل انت وهي يا رب العالمين. طبعا الصلصه شايفه حاطط معلقتين من تحت ورشيت الباقي كده من فوق، بيديله نكهه جميله فعلا. عسل عسل عسل، بجد جربي الحته دي والله العظيم مش هتندمي. لو مش عايزاها عادي مفيش مشكله. بعد ما دخلتها طبعا في الفرن، خدت وش من تحت ومن فوق، شايفين الجرمشه عامله ازاي. طبعا انا عندي ولادي في اللي بيحبوا محروق، ماشي، مش محروق يعني ملسوع شويه، وفي بيحبوا يعني ابيض شويه. تمام تمام. انا كنت عامله بقى شويه بطاطس في الاير فراير، تحفه. اول مره اعملهم او تاني مره، جميله جدا. لا، تاني مره صراحه يعني، بس جميل جدا 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 فوق ما يتخيل عقلك، حلو جدا. بمعلقه بس زيت، لو عايزين اعملها لكم قولوا لي في الكومنتات. جميله، وبالتوابل بتاعه البطاطس حلوه جدا جدا، ما اقولكيش على طعمتها. وطبعا كنت عامله صوص رهيب.
لو عايزينه كمان انزله لكم كمان واعمله لكم زي الفل. صوص بصي هتسيبي كل حاجه وتاكلي الصوص ده، رهيب فعلا يجنن. شايفه؟ لو عجبك الوصفه، لو عجبتك الوصفه النهارده حبيبتي، ما تنسيش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. شايفه الجرمشه عامله ازاي؟ شايفه الطعمه؟ شايفه الحلاوه؟ شايفه؟ صليتي على حبيب حبيبتي، صلي على حبيب قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحبكم في الله، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتدعموا القناه بتاعتي. جبر الله خواطركم يا رب، وربنا يسخر لينا يا رب. اللهم امين عباد الطيبين الصالحين. اللهم امين، ويوسعها علينا وعليكم، ويخلي لكم عيالكم، ويبارك لي فيكم يا رب، ويصلح حالكم، ويجعل لكم في كل خطوة سلامة. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله اخواتي، دمتم سالمين في كل مكان وفي اي مكان في حفظ الرحمن. اشوفكم على خير. ما تنسونيش، عايزه اشوف في الكومنتات انتوا عملتوا غدا ايه النهارده عشان اعمله بكره ان شاء الله باذن الله. وربنا يديكم ويدينا العمر الطويل، ويوسعها عليكم ويوسعها علينا، ويرزقنا برزق ولادنا يا رب العالمين. اشوفكم على خير، مع السلامه.